في حدث اليوم هذا المساء نغوص مشاهدينا في تفاصيل قضية الطبيب الذي سمي أو وصف بالشيطان الذي يرتدي رداء أبيض. الطبيب الجراح الفرنسي جويل لوسكوارنيك الذي حكم اليوم ب20 عاما سجنا لإدانته بالاعتداء جنسيا على نحو 300 ضحية، معظمهم من القاصرين، فيما يعتبر أكبر محاكمة لقضية اعتداءات جنسية على أطفال في تاريخ فرنسا. للغوص في تفاصيل هذه القضية معي من ليون في فرنسا الأستاذ في معهد الدراسات السياسية دكتور توفيق بورغو. دكتور توفيق بورغو، أهلا بك معنا. ربما قبل التعليق أهلا وسهلا. ربما قبل التعليق على هذا الحكم وحيثياته نعود على تفاصيل هذه القضية، ولماذا توصف بأنها أكبر قضية اعتداءات جنسية في تاريخ البلاد؟ أولا القضية تواصلت ما ما سمي. هل أنا على الهواء أم لا؟ نعم، أنت معنا، نحن نسمعك ونراك. شكرا. أولا القضية أخذت منحى منذ عدة سنوات، والمثير للجدل قبل كل شيء هو استحالة التفطن لما قام به، باعتبار أن هنالك عدة مشاكل قام بها في عدة مستشفيات، ولم يقع إيقافه إبان وقوع الأحداث وإبان وقوع الجرائم التي ضلع فيها. لم تكن هنالك مراقبة، وكذلك هنالك خلل باعتبار أنه وقع الاستغناء عن خدماته ثم ذهب إلى مستشفيات أخرى دون التفطن، ودون أن تقع تفطن لما قام به في السابق بدون مراقبة. وهنالك خلل داخل وزارة الصحة، وكذلك خللا فقد نذكر داخل ربما سيد بورغو، المراقبة. نذكر بأن الاعتداءات الجنسية امتدت على مدى سنوات من 1989 حتى العام 2014. هذا أيضا ربما يدخل ضمن ما قلته لعدم التفطن أو إدراك ما كان يحدث من قبل هذا الطبيب. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هنالك خلل في العلاقة بين وزارة الصحة ووزارة العدل، بين ما نسميه باللغة الفرنسية لو كونترول، يعني مراقبة أو رقابة. الأشخاص اللي الرقابة على الأشخاص الضالعين في الجرائم الجنسية وفي الجرائم الأخلاقية، وما نسميه المراقبة قبل الدخول في الوظيفة داخل مؤسسات الصحة أو داخل الوظيفة العمومية بصفة عامة داخل الإدارة. هذا الخلل جعل ممكن بالنسبة لشخص أن يواصل جرائمه مهما كانت الأماكن التي وجد فيها. هنالك ربما بعض التغاضي عن ما قام به، باعتبار هنالك أشخاص كانوا على علم بما قام به وحاولوا ربما تغيير الوظيف الذين وضعوه فيه لكي لا يقوم بتلك الأعمال، ولكن قام بتلك الأعمال. إذا هنالك هنا عدة مشاكل أو إخلالات متعددة داخل منظومة الصحة، داخل منظومة العدالة، وربما حتى في تقصي الحقائق. طيب، إن عدنا على هذا الحكم، المحكمة حكمت اليوم ب20 عاما سجنا بحق لوسكوارنيك. برأيك، باعتبارك أيضا دارس للقانون، هل تعتبر بأن هذا الحكم كافي بحق الطبيب الجراح؟ وعندما ننظر أيضا إلى عدد الضحايا، يعني ما يقرب من 300 ضحية، هل هذا الحكم كافي؟ الحكم غير كافي، ولكن نحن لا نعرف هل هنالك هل هو سيقع إجباره على تلقي علاج أو ما نسميه باللغة الفرنسية une sorte de contention chimique. يعني هل من الممكن أن يقع علاج هذا الشخص 20 سنة؟ حسب يمكن المعلومات أن تكون التي لدينا، هو الحكم أصدر قرارا بأن يتم متابعته على المستوى النفسي كعلاج نفسي. في يعني قضايا تشبه هذه القضايا، الحكم المصرح به
يكون أكثر من 23 سنة. مهم. لا ننسى كذلك أن الأشخاص الضالعين في مثل هذه الجرائم عندما يقبلون أن يكون لهم علاج يمكن أن يخرجوا بعد سنوات قليلة. مم. يعني أن الشخص هذا وقع إيقافه منذ سنوات، يقع احتساب سنوات الإيقاف التحفظي، ثم يقع ربما احتساب سنوات قليلة لكي يخرج قبل 20 سنة. مم. بينما ممكن أن وصفته يخرج قبل 20 سنة. يمكن أن يخرج قبل حتى إيفاء طبعا. هذه المدة قبل 20 سنة. طيب دكتور توفيق بورغو، طبعا. بينما ذكرته في بداية المداخلة من أنه تم عدم التفطن أو حتى ربما التستر على ممارسات الطبيب لوسكوارنيك والوصول إلى هذه المحاكمة، كيف جرت الأمور؟ ما الذي جعل القضاء، العدالة، السلطات تستيقظ وتتفطن لما كان يقوم به؟ ربما هنالك من الوجهة الإدارية أشخاص الذين قاموا بالاستشعار وقالوا أن هنالك مشكلة، هذه من ناحية. ثانيا تواتر الشكايات مم. يجعل أشخاص من داخل المنظومة العدلية وكذلك من داخل مكاتب المباحث وكذلك المستشارين القانونيين للأشخاص الذين هم قاموا بالشكايات، جعل ربما المنظومة العدلية تقول أنه حان الوقت ليقع التثبت في المزاعم، وربما ما وقع إيثاره كقضايا. هذه من الناحية. من الناحية الثانية ربما هنالك كذلك وقع التفطن داخل المنظومة الصحية، باعتبار لا ننسى أنه منذ سنة 2003 وقع سن قانون جديد حول ما نسميه حقوق الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات أماكن العلاج. ربما هنالك عبر قانون 2003 ربما هنالك وقع التفطن إلى بعض الإخلالات داخل ملفات الأشخاص الذين يدخلون المصحات. إذا هنالك ربما تشابك جعل من الممكن أن تستيقظ المنظومة العدلية والمنظومة الأمنية لهذا الشخص. ونعلم أن أحد الضحايا وهو ماتيس كان انتحر بعد أن تعرض للاعتداء من قبل الطبيب الجراح، وهذا يعود بنا سيد توفيق بورغو إلى مسألة المراقبة أو الرقابة اللازمة. ما الذي يجب فعله برأيك في هذا السياق؟ هنالك جدل حول ما نسميه الجرائم الجنسية والجرائم الأخلاقية. أي توازن يمكن لنا أن نلقاه بين ما نسميه حقوق الضحايا وطريقة المعاملة العدلية لهذه الجرائم، يعني طول المدة السجنية مثلا، والتوازن بين هذا وربما ما ينظر له داخل ما نسميه نحن اختصاصيين القانون واختصاصيين في المشاكل مثلا الأمنية أو العدلية، من وجوب إيجاد عقوبات تكون عقوبات سجنية مؤبدة مثلا، أو عقوبات سجنية نافذة وطويلة المدى. شخصيا أنا من الأشخاص الذين هم مع أن تكون أحكام سجنية مؤبدة أو طويلة، ولسنا من نحن قلة، ولكن بدأت الأمور ربما طيب هناك من يأخذ، ربما وربما هنالك. المحكمة فعلت ذلك أيضا، أخذت بعين الاعتبار أن المتهم اعترف بكل التهم الموجهة إليه، هذا ربما ساهم بتخفيف الحكم الذي أصدر بالطبع بحقه. يساهم. بالطبع هنالك هذا يساهم في التخفيف، ولكن الاعتراف بالجريمة لا يضفي للشخص الحق في أن تكون له ما نسميه نحن دي سيركونستانس اتينيونت، أو ما يعني أن أسباب مخففة يقع ربما. التخفيف. يعني يقع التخفيف في المسؤولية له، نظرا لأنه هو كشخص يباشر عمل، وهذا العمل فيه نوع من
القرب من الاشخاص، وهذا العمل هو يجعله في في مكان وربما في مأمن من ان وهو يساءل، المفروض أن باعتبار يكون محل انه ثقة بالنسبة للمرضى الذين يرتدون عياداته أو طبعا الأماكن طبعا التي يعمل فيها. طبعا. إذا هنالك إثقال مم. للمسؤولية قبل أن نرى أن هنالك تخفيف للمسؤولية. كذلك هو كشخص كطبيب ربما كان من الأولى له أن لا يباشر عمله، باعتبار أنه يعرف أنه شخصيا مريض إن كان مريض. مم. ولذا هنالك ربما نعم. آم، يمكن القول أن العقاب ليس عالي. مم. يمكن للأشخاص الذين هم ضحايا أن يقوموا باستئناف الحكم مم. أمام محكمة أخرى لإثقال، ربما محاولة إثقال العقوبة، لأننا لا ننسى ربما إذا خرج هذا الشخص قد يقوم بنفس الجرائم ربما في وقت لاحق. أشكرك دكتور توفيق بورغو، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية شكرا. في ليون. أشكرك على هذه المداخلة.